بعد فيديو المحور المثير للجدل مع عقوبة المصور والمتهمين في الواقع. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي الوطن لايف في كل مكان ومتابعه اخباريه جديده، واكيد السوشيال ميديا كلها يمكن ما عندهاش كلام الا على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيره، واللي ظهر فيها شاب وفتاه في فيديو المحور المثير للجدل، طبعا داخل احدى السيارات اعلى المحور في مدينه 6 اكتوبر، وزي ما قلت لكم اثار حاله من الجدل المصحوبه بالغضب بين رواد السوشيال ميديا. الفيديو عمل حاله كبيره جدا جدا من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقيام قائد احدى السيارات بتصوير طبعا المقطع، وكمان تم نشره على السوشيال ميديا. البعض شايف ان انتهاك لحريته الخاصه، والبعض بيسال هل اللي صور الفيديو ونشره هيتعرض للمساءله القانونيه ولا لا، وايه العقوبات اللي ممكن تحصل لاطراف هذه الواقعه. عشان نعرف تفاصيل اكتر زي ما عودناكم دايما في الوطن لايف ان احنا بنجيب الناس المتخصصه. يشرفنا يكون معانا المحامي محمود عنان، المحامي في الجنايات. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا لتلفزيون الوطن على الدعوه الكريمه. طبعا يعني في البدايه انت اكيد شفت الفيديو والمثير للجدل جدا جدا. ناس طبعا الواقعه نفسها اكيد واقعه مش هنتكلم عليها، ولكن فكره ان حد بيصور حد في الطريق، الناس كلها بتسال على حاجتين: اللي اتصوروا في الفيديو اللي هم متهمين في هذا الفيديو مثير للجدل ايه العقوبه اللي بتنتظرهم، وبعدها هنخش على الجزء الثاني لان الجزء الثاني ده بالنسبه لي اهم من الاولاني. في البدايه عايزين نعرف ايه العقوبه اللي بتنتظر المتهمين واللي تم ضبطهم في الفيديو المثير للجدل. اسمح لي يا فندم في البدايه، طبعا انا متابع الحوار عن كسب، واسمحوا لي في البدايه اوضح ان انا مش بصدد الدفاع عن طرف او الهجوم على طرف، لكننا هدفنا اننا نوضح الصوره القانونيه المجرده بعيدا تماما عن راي الشارع او تاثير السوشيال ميديا. تمام. الواقعه دي يا فندم زي ما حضرتك قلت بتجمع بين نقطتين قانونيتين مهمتين جدا. الاولى هي الفعل الفاضح في الطريق العام، والثانيه هي تصوير ونشر الواقع على وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. بداية يا فندم، القانون المصري واضح جدا في المادة 278 من قانون العقوبات، واللي بتنص على ايه يا فندم؟ ان كل من فعل علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة. واللي احنا شايفينه يا فندم ان الواقعة دي حصلت في مكان عام ومكشوف للناس، فده بيدخل ضمن نطاق الفعل الفاضح العلني. صح يا فندم؟ مش يعني في خادش للحياء وعلني، فده يخضع للماده اللي حضرتك ذكرتها اللي هي عقوبتها حبس سنه بالكثير او غرامه وفقا لما يراه القاضي طبعا. بالظبط يا فندم، لان الشخص اللي ارتكب الفعل ده فقد اي حق في الخصوصيه. يعني في ناس سمعت ان هي بتقول هو في عربيته الخاصه والسياره زي المنزل، لان لا يا فندم، هو الشخص اللي ارتكب الفعل ده فقد اي حق في الخصوصيه لما اختار ان هو يرتكب الفعل في الطريق العام في طريق مفتوح ظاهر للجميع. لكن في المقابل ايه اللي حصل يا فندم؟ تصوير الواقع ونشرها على السوشيال ميديا، تصرف ايضا مخالف. طب حلو، خلينا بس عشان واحده واحده عشان الناس ما تتوهش مننا. يبقى الفعل اللي فيه مخل بالاداب او خادش للحياء ده عقوبته يا اما الحبس سنه او الغرامه وفقا لما يراه مستشار الجليل اللي عنده هذه القضيه دي. كده على جنب كده وخلصناها. نخش على الجزء الثاني مع بعض يا فندم حسب ما يترأى للمحكمه. تمام، او الاثنين مع بعض. تمام قوي. نخش بقى على الجزء الثاني. انا شفت حاجه في الشارع مش صح فصورتها، المطلوب مني ايه؟ هل بعد ما اصورها ابلغ الجهات الامنيه ولا انشرها على السوشيال ميديا؟ والموقف القانوني في الحاله دي ايه وفي الحاله دي ايه؟ هقول لحضرتك يا فندم بالتفصيل، وعلشان الدقه برضو علشان الساده المشاهدين يعرفوا بعد كده يتصرفوا ازاي. تصوير الواقع ونشرها يا فندم على وسائل التواصل الاجتماعي، تمام، هو عشان نكون دقيقين التصوير ده بهدف ايه؟ لو كان بهدف التبليغ للجهات المختصه فده مشروع قانونا وشيء محمود جدا. تمام. لكن لو حصل نشر او تداول للمقطع على السوشيال ميديا فده جريمه في حد ذاته، حتى لو الاشخاص الظاهرين في الفيديو هم اللي ارتكبوا الفعل. تمام. الفرق هنا ببساطه ايه يا فندم؟ لان انتهاك الخصوصيه بيكون لما الفعل بيتم في مكان خاص زي بيت او عربيه مغلق تماما. اما الفعل العلني ده فهو اللي بيتم في مكان مفتوح يقدر الناس تشوفه، ودي جريمه قائمه. تمام. لما انا حضرتك بقى اشوف مثلا فعل فاضح واحاول ان انا اصوره، انا ممكن في الحاله دي اصور بس احتفظ بيها علشان اقدمه للشرطه او للنيابه العامه، مش علشان لكن ما ننشروش على السوشيال ميديا.
بالظبط، لان ده برضو اخلال بالقيم المجتمعيه، ولما احنا بننشر الجرائم اللي زي دي او المشاهد اللي زي دي احنا بنسيء للمجتمع برضو. تمام. وبرضو يا فندم النيابه العامه المصريه بالفعل حذرت في بيان رسمي مؤخرا، لو حضرتك طبعا متابع، اكيد من نشر او تداول المقاطع اللي بتوثق جرائم او وقائع من النوع ده. يعني الافضل التوجه للجهات التحقيق الامنيه، سواء طبعا قسم الشرطه اقرب اسم ليك، وتعمل بلاغ رسمي وخلاص. بالظبط يا فندم. انا لو مكانهم بقى كنت عملت ايه؟ كنت مثلا انا شفت فعل فاضح او حاله تلبس، يعني انا شفت بعيني اهوت انا والناس وصورتها. المفروض انا اعمل المفروض انا اعمل ايه يا فندم؟ القانون قال لي ماشي صور وايه احتفظ بالدليل ده وقدمه للشرطه. كنت ممكن مثلا ان انت تتصل بالنجده وتوقفهم لحد ما ايه النجده تيجي وتاخدهم مثلا، او حاجه اسمها مأمور ضبط القضاء. جميل. تمام يا فندم. تمام. انما ان انا اصور ده حاجه وانشرها ده حاجه النيابه حذرت منها. طب ايه بقى العقوبه؟ ما هي العقوبه التي تنتظر من صور يعني فعل غير اخلاقي ولكن نشر على السوشيال ميديا ولم يبلغ جهات التحقيق في وقتها؟ اقول لك يا فندم، هنا بقى الجريمه اللي حصلت بقى لما الشخص صور الواقعه ونشرها على السوشيال ميديا، ده طبعا تصرف مخالف للقانون، وده بيخضع لايه بقى؟ لقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. تمام. عندك القانون رقم 165 لسنه 2018 الماده 20 منه بتقول ايه؟ يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى سنتين وبغرامه 50 الى 100,000 جنيه كل من نشر او بث محتوى يخالف القيم الاسريه انتهاك الخصوصيه. طبعا هنا ما فيش انتهاك الخصوصيه زي ما احنا قلنا، لان الشخص اللي ارتكب الفعل هو عرض نفسه اصلا ان هو كل الناس تشوفه في مكان عام. تمام. يعني العقوبه من 6 شهور لسنتين وغرامه ماليه، ولا دي او دي؟ الاثنين يا فندم حسب ما استرأى المحكمه، او نفس القصه يعني. يعني واحده منهم حبس او الغرامه او كلتاهما وفقا لما القاضي طبعا. بالظبط يا فندم. تمام. يعني كده احنا شايفين ان الطرفين هنا قانونا مدانين، سواء اللي عملوا الفعل الغير اخلاقي واللي صور ونشر على السوشيال ميديا، او مشكلته انه نشر على السوشيال ميديا. بالظبط يا فندم. طيب بالظبط. في الواقعه دي تحديدا احنا برضو لاحظنا من الفيديو، الناس اللي ممكن تكون شافته، مش هتكلم عن الفعل الغير اخلاقي ولكن هتكلم عما بعد هذا الفعل، ان حصلت خناقه او مشاده، اظن انك شفتها في بقيه الفيديو، ونزل الناس اللي في العربيه اللي فيها المشكله وكسروا ازاز الراجل اللي صور، وطبعا كان ظاهر فيه بيقول والله ما انا همسح الفيديو والله ما هعمل كذا. هل من الوارد مع التحقيقات اللقطه اللي حصلت دي ربما تغير شويه في مجرى الموضوع، ان الراجل حلف ان انتوا ما دام كسرتوا له العربيه طب والله نزلوا على السوشيال ميديا، عارف انت اللي هو ايه انتوا عملتوا في اول، يعني هنا هل دي جريمه اخرى؟ يعني هل دي جريمه اخرى التعدي على سياره الراجل بهذا الشكل وكسر الازاز واضرار بسيارته، هل دي لها عقوبه اخرى غير اللي احنا بنتكلم فيه ده كله؟ اكيد طبعا يا فندم، يعني هو ليه الحق ان هو طبعا يحرر ضدهم محضر بالاتلاف، ويعوضوه كمان عن قيمه الضرر اللي هو تعرض للاتلاف بتاع السياره ده. وكمان يا فندم ده ممكن يزود العقوبه، يعني برضو يعني اقول لحضرتك حاجه، ما هو الطريق العام ده ليه ليه يا فندم حرمه الطريق العام. ايوه احنا لازم نحترمها طبعا. وبرضو الفعل اللي حصل ده، يعني انت واحد بتصور وبتسوق في نفس الوقت، والتاني برضو سايق العربيه بتاعته وبيرتكب فعل فاضح، طب فين الناس اللي حوالينا بقى؟ احنا لازم برضو في كذا في كذا مخالفه قانونيه ومروريه حاصله في هذه الحادثه، مليانه حاجات كتيره، مشاكل كتيره فعلا. بالظبط يا فندم، وده بيبقى برضه يعني يعتبر ظرف مشابه ممكن يزود العقوبه اللي احنا اتكلمنا عليها، وتبقى جريمه ثانيه برضه. اللي هي قصه التعدي او اتلاف الممتلكات. هياخدوا فعلا الجريمه الاشد يا فندم. يعني ساعتها القانون ممكن يعاقب على الفعل الاشد. بالظبط يا فندم. او ياخد العقوبه الاكبر بسبب ان هو عمل جريمه اخرى او ارتكب خطا اخر. بالظبط يا فندم. طبعا استاذ محمود عنان، احنا تابعنا برضو كام حاجه كده حصلت في الفتره الاخيره، قال لك ان اي حد يشوف حد ليه الحق ان هو يوقفه ويعمل معاه اللي حصل ده. فسمعنا برضو ان حد بيقول لك ايه، هل يحق للساده المواطنين انهم يوقفوا اللي بيعمل جريمه او بيعمل فعل فاضح ويقبضوا عليه؟ القانون بيقول يا فندم عشان برضو نقفل الخلاف ده، بيقول ان المواطن العادي لا يملك صفه الضبطيه القضائيه. طبعا. لكن في حالات التلبس
زي اللي حصل ده يا فندم، تمام، اللي هي الحالات اللي تكون فيها جريمه بتقع امام اعين الناس، تمام، القانون اجاز لاي شخص انه يبلغ فورا او يحاول منع الجريمه دون استخدام القوه. طبعا عشان ما تعرضش يعني هو الاذى، اللي وارد جدا اللي بيعمل خطا ممكن يعمل خطا اكبر ويأذيه كمان، وحفاظا على المواطنين يعني اكيد. وكمان الطريق مليان كاميرات، وسهل جدا انك حتى لو انت لقيت ان انت لو عملت هذا الفعل او تحاول تمنعه لحد ما الشرطه تيجي ممكن تتعرض للاذى، لا خلاص سيبه مبلغ عادي، انت شاهد في الموضوع والكاميرات موجوده في كل الطرق، هتجيب بكل سهوله تفاصيل الواقعه اللي انت حكيت عنها وانت بلغت عنها. بالضبط يا فندم. وكمان ممكن القانون اعطاني الحق ان انا احتجزه اللي انا اوقفه لحد ما حد من مأمور الضبط القضائي اللي هم مثلا الشرطه او النيابه او اي موظف عمومي، القانون اعطاه الصفه دي ان انا احتجزه لحد ما يجي وهو يتصرف معاه بقى قانونا، انما اضربه امد ايدي اكيد لا اكيد لا اكيد مش هتنفذ القانون بالمخالفه للقانون، يعني اكيد الكلام واضح لكل الناس. واتمنى كمان ان احنا بنحاول نزود الثقافه القانونيه عند كل مشاهدين فوتو لايف. استاذ محمود عنان محامي بالجنايات، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن برضو درس مهم جدا لكل الناس سمعت القانون هيعاقب مين في هذه الحادثه اللي واخده طبعا صيت كبير على السوشيال ميديا. واكيد الساعات اللي جايه والايام اللي جايه هنتابع معاكم تطورات هذه الحادثه. اهم حاجه سلامه المواطنين، اي حد يشوف حاجه غلط تبلغ عنها، حتى لو صورتها بلغ عنها، بلاش اللجوء للسوشيال ميديا خاصه في الافعال الغير اخلاقيه حتى لا تقع تحت طائله القانون. بشكركم على كل طبعا هذه المتابعه، وانتظرونا بعد قليل وبث مباشر جديد. شكرا لكم.